في مطلع القرن ال19 في راجل واحد بس صعد بين كل الصراعات اللي كانت موجوده من مماليك ومن عثمانيين وانجليز، وهو محمد علي. محمد علي كان عارف ان حكم مصر مش هيستقر الا لما ينهي على كل خصومه. في الوقت دون المماليك حاولوا يستعيدوا سلطتهم مره ثانيه، فكروا في نفس الغلطه اللي هم يطلبوا العون والمساعده من انجلترا. وفي الوقت ده راح حليفهم المخلص محمد بيك الألفي يطلب العون والمساعده من انجلترا، وقالت له انا لسه عامله اتفاق مع السلطان العثماني ومش هينفع يبقى في خلاف مره ثانيه. وفي الوقت دون طلع لها خبر مختلف وقال لها ان اللي حكم مصر هو محمد علي. انجلترا بسرعه فكرت ان اللي هيهدد الطريق هو الحاكم الجديد. فالوقت دون بعتت للسلطان العثماني قالت له عين اي حد والي على مصر حتى وان كان من رايك. في الوقت ده السلطان العثماني طلع راي وطلع فرمان اللي هو هيعين موسى باشا والي على مصر ويعزل محمد علي لجزيره سيرلينك. وفي الوقت دون الزعامه الشعبيه ما سابتش محمد علي وسندته اللي هو يفضل في الحكم. وفي الوقت دون رضخ السلطان العثماني اللي هو يخلي محمد علي في الحكم، ومن هنا اتجه محمد علي اللي هو يحارب المماليك في الصعيد. في الوقت دون بدا يظهر خطر جديد بسبب توتر العلاقات بين السلطان العثماني وبين انجلترا، وهي حمله فريزر على مصر عام 1807. وفي الوقت دون الانجليز نزلوا الاسكندريه واتجهوا ناحيه رشيد. كانوا مستنيين يساندهم واحد من كبار المماليك هو محمد بيك الألفي، لكن الصدمه ان محمد بيك الألفي مات قبل ما يوصلوا بشهرين ونص. وفي الوقت دون الانجليز لقوا نفسهم بلا حليف في مواجهه محمد علي والشعب المصري، ومن هنا خرجت المقاومه الشعبيه بقياده عمر مكرم. في الوقت ده رشيد بقت نار مشتعله، كل شارع وكل بيت بتحول لساحه حرب. في الوقت ده الانجليز اتهزموا هزيمه ساحقه وفريزر رجع على بلدهم مهزوم. في الوقت ده محمد علي كان عارف ان الخطر مش من خارج بس، لكن الخطر الحقيقي من الزعامه الشعبيه والمماليك. في الوقت ده محمد علي استغل الازمه الاقتصاديه اللي موجوده ومحى عمر مكرم من المشهد ليفرض سيطرته الكامله على البلاد. وفي الوقت ده جه المشهد الاخير لسيطره محمد علي على مصر، وهي مذبحه القلعه عام 1811. المماليك داخلين يحتفلوا، ابواب بتتقفل، ومن هنا الجنود بداوا ضرب النار. في الوقت ده سامعين صوت صرخات وخيول وسيوف، وفي لحظات انتهى وجود المماليك. ومن هنا بدا عصر محمد علي وكتب لمصر الحديثه اول سطورها. ولو عاوز تعرف محمد علي ازاي بنى مصر الحديثه وكل الاحداث اللي مرت، معانا على اليوتيوب. معاكم مستر محمود وائل، مدرس التاريخ للمرحله الثانويه.